السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي المغاربة الكرام، فيديو جديد غنتكلموا فيه على عبد القادر وكيفاش خان المغرب وخان حتى بلادو، ووقع معاهدة تافنة مع فرنسا فاش باع فيها الجزائر بأكملها إلى فرنسا، وكيفاش كان كيشكر فرنسا. غنعتمدوا على كتب عربية، مصادر عربية، وكذلك مصادر فرنسية ومصادر إنجليزية، وغنوريكم كيفاش كان هذا عبد القادر في الأول وارد للمغرب ولا عميل ديال السلطان المغربي كيف ما قالوا الانجليز، ومن بعد انقلب ولا عميل ديال فرنسا، وكيفاش استعملته فرنسا في حربها ضد المغرب وكذلك في حربها ضد احمد باي. وفي الجزء الاخير من الفيديو غنتكلموا على اصوله المغربيه، ونكذبوا واحد الاشاعه كتقول على انه ادعى النسب الى الادارسه وهو ما عنده حتى علاقه مع الادارسه. المصدر الاول ديالي هو هذا خوتي المغاربه الكرام، اريا هاند بوك فور مروكو. هذا مصدر انجليزي تكلم على عبد القادر وتكلم على كيفاش كان عميل ديال السلطان ديال المغرب، السلطان مولاي عبد الرحمن، اللي دار فيه في الخير في الاول، كان كيعاونو بالمال والسلاح من اجل تحرير بلاده، ولكن للاسف انقلب حاله. كيف ما كتشوفوا هو المؤرخين المحققين ديال الكتاب هما هادو تكلموا على عبد القادر وتكلموا كذلك على السلطان مولاي عبد الرحمن وكيفاش وصفوه انه كان عميل ديال السلطان مولاي عبد الرحمن. حنا الحمد لله دائما فاش كنجيو كنتكلموا راه ما كنتكلموش من فراغ، دائما كنجيبوا مصادر من كتب تاريخ، العكس بالنسبه للجزائريين فاش كيجيو كيتكلموا ما عندهمش مصادر، ما عندهمش مصادر. في الاول كيتكلم لك على الوضع ما بين فرنسا والمغرب، ومن بعد كيتكلم لك على ان هاد التلمسان كانت تابعه للسلطان ديال المغرب وكيفاش خداتها ليه فرنسا، ومن بعد كيقول لك هنايا النقطه اللي مهمه اللي كتهمنا حنا بزاف اللي بغيناها باش نركزوا عليها. كيقول لك when the Algerian leader عبد القادر claiming to be the agent of مولاي عبد الرحمن، يقول لك الزعيم عبد القادر ولا عميل ديال السلطان عبد الرحمن. هذا راه مؤرخ انجليزي، هذا راه ماشي مغربي دير الهويه ديالك المفضله. كيتكلم لك على في الاول هذا عبد القادر هذا كيفاش كانوا كيعاونوا المغاربه، ومن بعد كيتكلم لك على ملي هرب للمغرب، وهذه القضيه هي اللي كيزوروها المؤرخين. هو راه ما هربش للمغرب صراحه، هو هذا كان غير واحد المخطط ما بينه وبين فرنسا باش فرنسا تلقى السبوت تهجم على المغرب. هو راه ما هرب للمغرب لا والو، هو اصلا راه كان عميل ديال فرنسا فاش تقلب على مولاي عبد الرحمن. حيت كيف ما قالوا بزاف ديال المؤرخين ان هذا عبد القادر كان كيغير من السلطان مولاي عبد الرحمن لما يمتلكه من جبروت وكذا والملك. والدليل اللي راه هجم عليه عبد القادر فاش خسرنا معركه ايسلي، راه هجم علينا جوج مرات عبد القادر، ولكن الحمد لله سميتو السلطان مولاي عبد الرحمن ادبوا واحد التاديبه مزيانه. هنا المصدر الانجليزي باش نسدوا هذا القوس ديال المصدر الانجليزي كيقول لك ان عبد القادر كان عميل ديال السلطان ديال المغرب، ان المغاربه عاونوه ولكن هو في الاخر خانهم. ندوزو لهذا المصدر الفرنسي، سميت الكتاب لا كيسيون دو ماروك، مؤرخ جون هيس، تكلم على السلطان مولاي عبد الرحمن، تكلم كذلك على الامير عبد القادر، وقال كيفاش نصبوا مولاي عبد الرحمن كوالي لمدينه تلمسان فاش عطاه البرنوس، هديه برنوس، وهكا دخلكم البرنوس. هذه الوثيقه مهمه خوتي المغاربه الكرام. هذه الوثيقه هذه ديال البيعه، والبيعه كتبقى الى يوم الدين. هذه الوثيقه كتبين ان عبد القادر هو الغرب الجزائري بايعوا السلطان ديال المغرب، وهذه الوثيقه كذلك كتاكد على ان الغرب الجزائري كامل كان تابع للامبراطوريه المغربيه، كانت تسمى بالاياله التلمسانيه. هنا صراحه فاش كنتميزوا على الجزائريين، فاش كنتكلموا حنا كمغاربه، فاش كنتكلموا على التاريخ صراحه، عندنا الارشيف وعندنا كذلك مؤرخين. ندوزو دابا القضيه ديال عبد القادر والبرنوس والتنصيب. هنا كيتكلم لك على كيفاش ولا عبد القادر والد المدينه تلمسان المغربيه او الاياله التلمسانيه. نشوفوا في الاخر كي غوسي مام عبد القادر كي غوسي مام ديتون اتازا ان برنوس دانفيستيتور d'Abd الرحمن. كيقول لك ان هذا عبد القادر خدا هديه ديال البرنوس دانفيستيتور، هي التنصيب. وهذه القضيه باقا في المغرب، كانت شحال هذه وكانت باقا على يومنا هذا في المغرب. كيبانوا لك مثلا في البرلمان المغربي وكذلك فاش كيديروا البيعه الملك ديال المغرب، كيبان لك انهم كيلبسوا البرنوس، وبحال هكا دخل البرنوس الى الجزائر.
يعني الجزائري ولا الجزائري اللي كتكلم على البرنوس، كتقولي البرنوس ديالكم، ها شكون، ها كيفاش دخلكم البرنوس؟ هذاك البرنوس اللي كان مصور به عبد القادر راه عطاه ليه الملك ديال المغرب هديه. دابا ندوزو لهذا المرجع، هذا مرجع مهم بزاف، الاستقصاء ديال النصير الجزء التاسع. تكلم عن القصه ديال عبد القادر من البدايه الى النهايه، من البدايه الى النهايه، وتكلم كذلك على معركه ايزلي. بدا كذكر عبد القادر من الاول القصه ديالو الى اخر القصه ديالو فاش هرب عند الفرنساويين. هذا المصدر مهم بزاف، وكيأكد ان هاد الناس هادو دائما كتجينا من عندهم غير الخيانه فقط لا غير. كتعاونوا في الاول ومن بعد كيرد لك الخير ديالك بالشر. كيف ما درنا معاهم في الثوره الجزائريه، علمناهم مكناهم شربناهم، علمناهم كيفاش يهزوا السلاح، وفي الاخير غدرونا. ولكن الحمد لله حنا دائما ربي هو اللي واقف معنا. ومصيركم الزوال، بتكونوا عارفين هذه القضيه هذه. هنا كيقول لك ظهور الحاج عبد القادر بن محي الدين المختار بالمغرب الاوسط وبعد اخباره. كيف ما كتشوفوا انه كيتكلم على عبد القادر وتصفوا غير بالحاج، ما قال عليه لا امير لا والو. اسمع هنا شنو كيقول لك. ولما سمع به أهل تلمسان وهم أحوجهم ما كانوا إليه من يقوم بأمرهم، ووفدوا عليه كيتكلموا عبد مولاي عبد الرحمن، وأخبروا بما كان منهم من مبايعة السلطان مولاي عبد الرحمن صاحب مراكش وفاز، وأنهم يبايعونه على بيعته والإعلان بدعوته. فأجابهم الحاج عبد القادر إلى ذلك، وأخذ عليهم البيعة، وأظهر الطاعة والانقياد للسلطان مولاي عبد الرحمن. قويدر ديالكم كان كيبايع السلطان ديال المغرب، وخطب به على منابر تلمسان وغيرها. سمعتي ولا ما سمعتيهاش؟ وماد كيقول لك واستقام أمر الحاج عبد القادر وثبت قدمه في تلك الإيالة التلمسانية، في تلك الإيالة التلمسانية، بمن ديك الإيالة التلمسانية كانت تابعة للمغرب. ومن بعد كيقول لك الحقيقة ديال عبد القادر، أن هذا عبد القادر هذا كان ضارب غير مع الجزائريين. في الحقيقة ديالو ما عمرو اصلا كان حارب فرنسا، حارب غير الجزائريين في الاول، كان كيحارب غير الجزائريين، قبيله الزماله معروفه هذه، وهذه راه كانت مواليه لفرنسا. يعني كتشوف هنايا في هذا كيف ما بغى يقول لك المؤرخ ان عبد القادر كان كيبايع السلطان ديال المغرب، وكان كيخطب به في منابر المساجد. كيقول لك لانه اظهر له الطاعه والانقياد. هذا هو التاريخ. وهنا شنو كيقول لك هنايا؟ كيقول لك ان الا ان ضرر الحاج عبد القادر للفرنسيين كان مقصورا على قتل النفوس واستلاب الاموال، واما الفرنسيس فكان ضرره بالمسلمين عائدا على التملك ببلادهم وتنقصها من أطرافها، ودامت ذلك مدة 16 سنة. وبالجملة فلقد كان الحاج عبد القادر هذا في أول أمره على ما ينبغي من المثابرة على الجهاد والدرء في نحر العدو، ولولا أنه انعكس حاله في آخر أمره وخلصت الأرض للفرنسيس والله غالب على أمره. كيقول لك هنا باش نكونوا منصفين ان هذا عبد القادر في الاول كان كيحارب فرنسا، ولكن من بعد انقلب حاله. وهنا خاصنا نعرفوا علاش انقلب حاله، حيت ولا كيعقد اتفاقيات سريه مع الفرنسيين بدون علم السلطان ديال المغرب. هنا فين انقلب حاله، هنا فين طمعته فرنسا. طمعته فرنسا، قالت ليه انت راه غتولي امير وكذا. وهي من بعد فاش سماتو امير، وسماتو امير بالمناسبه فاش وقع معاهده ديميشال ومعاهده تافنا، على باش ولاو الفرنساويين كيطلقوا عليه لقب الامير. اما المغاربه راه كانوا كيسميوه الشيخ فقيه، صافي هادشي ملي كانوا كيسميوه، ما عمر ما سموه امير، حيت الا خاصو يكون امير خاص باه يكون ملك بعدا بالعقل والمنطق. وهنا كيتكلموا لك على معاهده، على حرب ايسلي. حرب ايسلي وكيفاش عبد القادر كان ناعس بعدا فاش ناضت الحرب ما بين المغاربه الرجال والفرنساويين. هذا عبد القادر راه كان ناعس، كان ناعس في الحرب خدامه. وهو اصلا اللي بيع بسميتو بالمحله ديال السلطان مولاي عبد الرحمن. كان جاسوس، فاش بدات الحرب راه هرب هو المغرب الاوسط، وكانوا الجنود ديالو كاملين اللي كانوا معاه راه كانوا ديال السلطان مولاي عبد الرحمن. هنا كيعاود لك نفس القصه، يقول لك وقام الفرنسي تلك البلاد اشد مقاومه، الا ان فائده حربه كانت تظهر في قتل النفوس واستلاب الاموال، وفائده الحرب الفرنسيس كانت تظهر في انتفاض الارض والاستيلاء عليها.
وفائدة حرب الفرنسيس كانت تظهر في انتقاص الأرض والاستيلاء عليها وشتان ما بينهما. يقول لك ولما كانت سنة 59 تم استيلاء الفرنسيين على جميع بلاد المغرب الأوسط، وصار الحاج عبد القادر يتنقل في أطرافها، فتارة بالصحراء وتارة ببني زناسل وتارة بوجدة والريف وغير ذلك، وربما استكثر في تنقلاته بمن هو رعية السلطان أو جنده. فمد الفرنسيس يده إلى إيالة السلطان رحمه الله، فشن غارة على بني زناسل وكذلك على وجدة. بحال هكا دخلتنا فرنسا بسبب قويدر. هنا كيتكلم لك على عبد القادر فاش بدات الحرب هرب إلى المغرب الأوسط. يقول لك ثم عقد رحمه الله تعالى الجنود لوالد وخليفة سيدي محمد بن عبد الرحمن، وصار حتى نزل بوادي إسليم أعمال وجدة، وكان الحاج لا زال جائلا في تلك الناحية ومعه نحو 500 فارس ممن كان قد بقي معه من أهل المغرب الأوسط، لأن حاله كان قد أخذ في التراجع والانحطاط، ولم تبقى له هناك فائدة كبيرة، بل انقلب نفعه ضررا وحزمه خورا بفساد نيته واستفادته لجند السلطان ورعيته. هنا شفتي كيفاش وصف لكم عبد القادر ديالك، شتي كيفاش توصف. وهنا كيتكلم لك على الكارثة. سمعوا: ولما كانت الليلة التي وقعت الحرب صبيحتها، جاء رجلان من أعراب تلك الناحية وطلبوا الدخول على الحاجب، وهو الفقيه السيد طيب بن يماني المدعو بأبي عشرين. فدخل عليه قائلا: إن العدو عزم على أن يصبحكم غدا إن شاء الله، فاستعدوا له. وأعلم الأمير فيقال إن الحاجب قال: إن الأمير الآن نائما ولست بالذي أوقظه. وعاودوا تقريبا نفس المحاولة، وقال لهم: شنو الأمير ناعس. الحرب نايضة، المغاربة كيتحاربوا والأمير قويدر ناعس. غير واحد النقطة مهمة: فرنسا في حرب ديال إيسلي ضد المغرب راه ما حارباتناش بجنود فرنسيين، حارباتنا بالصباحية. هاد الصباحية هادو كانوا الجزائريين في الحرب ديال إيسلي، الجزائريين الصباحية هما اللي كانوا تحاربوا معانا. من بعد كيقول لك بقية أخبار الحاج عبد القادر. دائما كيقول لي الحاج ما كيوصفوش بالأمير: قد قدمنا ما كان من فساد نية الحاج عبد القادر، وأنه رام الاستبداد بل والتملك على المغرب. فلما كانت هزيمة بإيسلي ازداد طمع في المغرب، فصار يدعو أهل النواحي إلى مبايعته والدخول في طاعته، وكاتب الخواص من أهل فاس والدولة وكاتبوه على ما قيل، ثم احتال بأنه بعث جماعة وافرة من الحشم وبني عامر شيعته إلى السلطان، فقدمهم أمامه في صورة الهراب مستجيرين بالسلطان، فقبلهم السلطان وأنزلهم على نهر سبو. ثم تقدم عبد القادر حتى وصل إلى القاعدة الحمراء بين تسول والبرانس، وكان قصده أن يجتمع بشيعته ويتصل يدهم بيده ويتم له ما أراد. فلما اطلع السلطان على دسيسته، بعث أولئك جماعة من العسكر من شرارده عليهم قائد إبراهيم بن أحمد، فاجتاحوهم. بغى يقول ولكن الحمد لله أن مولاي عبد الرحمن عاقبه. من بعد كيكمل كيقول لك: أما الحاج عبد القادر فإنه فر في أصحابه بعد أن حملوا الكثير من موتاهم معهم. هذا هو قويدر الخائن ديالكم، هو هذا. ثم إن الخليفة رحمه الله أمره باتباع الحاج عبد القادر، فتبعه الكاتب المختار، فكان اللقاء ثانية بمشرع الرحائل من واد ملوية قرب البحر عند مسقط ملوية في البحر. فصدمته الجيوش صدمة أخرى، فنى فيها وكسرت شوكته وفل حده وخشعت نفسه، أيس من الجبر حالته، ففر إلى الفرنسيس. كيقول لك فاش مولاي عبد الرحمن عطاه قتلة ديال العصا، هرب عند الفرنسيين، فر إلى الفرنسيس، دخل هاجم المغرب ومن بعد هرب للفرنسيين. علاش ما تهاجمش الفرنساويين وانت هارب عندهم؟ هاجم الفرنساويين اللي محتلين بلادك. ومن بعد كيقول لك فاش انتصرنا على العدو، يقول لك ولما كان هذا الفتح كتب السلطان إلى البلاد وزينت الأسواق، ونص ما كتب به السلطان بعد الافتتاح: إن الفاسد الفتان وخليفة الشيطان أبعد في الجسارة وامتطى مطي الخسارة. شي كيفاش وصفه
الفاسد الفتان، وفي الاخر هرب عند الفرنسيين. هذا هو القويدر ديالكم. يعني ما تجيش تبقى تقول لي خنتونا ما خنتونا، ما كايناش منا، ما كايناش منا. مظاهر يستهوي من اهل الجهاله والعمايه والضلاله. هذا هو القويدر ديالكم. ما عندكم ما تقولوا. عميل فرنسي فرنسا، اول حركه في تاريخ الجزائر هو هذا عبد القادر هذا، واستبطن المكر والخداع. شي كيفاش كانوا كيوصفوا القويدر ديالكم. يعني ما تجيوش تبقاو تكذبوا علينا، تطلقوا علينا خرافات واساطير، المغرب خان، المغرب كذا، المغرب كذا. نكمل خوتي كيقول لك عاوتاني هنايا: واما الحاج عبد القادر فانه فر الى الفرنسيس كما قلنا، فبقي عندهم مده. عاوتاني شنو كيقول لك هنايا؟ صاحب قطف الزهر، هذا مؤرخ مصري سميتو يوحنا. صاحب قطف الزهر معروف، هذا المؤرخ هذا سميتو يوحنا. تو كيأكد لك نفس الكلام. لما فر الحاج عبد القادر إلى الفرنسيس بقي عندهم 6 سنين، ثم اعتقه نابليون الثالث. راكو عارفين الكلمة ديال اعتقه لمن كتقال؟ أهم حاجة، وعين له مرتبا سنويا يدفع إليه من بيت مال الدولة. بقاو كيخلصوه لأنه كان كيخدم الأجندة ديالهم. فسكن دمشق الشام، ولم يزل قاطنا بها إلى هذا اليوم. هنا كتعرف أن هذا المؤرخ هذا صاحب قطف الزهور أنه مؤرخ معاصر، وهو الآن في قيد الحياة حسب ما بلغنا، والله تعالى يتولى أمر المسلمين. هذا قويدر بقى في دمشق الشام، وبقات فرنسا كتصرف عليه. علاش بقات فرنسا كتصرف عليه؟ لأنه كيخدم الأجندة ديالها. وكلكم كتعرفوا القصة الشهيرة ديال عبد القادر في دمشق، أنه دار حرب أهلية ما بين المسلمين والمسيحيين. والغريب والعجيب فيه أنه اصطف إلى المسيحيين، جا من جهة المسيحيين ماشي من جهة المسلمين. وكلكم كتعرفوا العائلة ديال عبد القادر عائلة خائنة 100%. عنده ولادو ماتوا من أجل فرنسا. أنا كنستغرب غير لواحد الحاجة. اليوم المعلومة متوفرة، فيما دخلتي غتلقى فهمتيني بزاف ديال الارشيف، بزاف ديال المعلومات. بإمكانك تقرأ معاهدة تافنا اللي هي هذه. كيقول لك الشرط الأول فيها أن الأمير عبد القادر يعترف بحكم سلطنة فرنسا في إفريقيا، والشرط الثاني فرنسا تحتفظ لنفسها في وطن وهران مستغانم مزغنانة وسائر أراضيها. هذه معاهدة تافنا. عبد القادر ما خانش غير المغرب بوحده، خان حتى الجزائر. ومازال كاين بزاف ديال الرسائل ديال عبد القادر كتبين أنه عميل للفرنسيين حركي. دابا ندوزو للأصول ديالو. واخا حنا المغاربة لا نتشرف به، واخا عنده أصول مغربية. كيقول لك: وأصل أسرته من المغرب الأقصى، هاجرت من هناك إلى نواحي وهران، وشهرت رجال منها بالورع وكانوا قدوة للناس. هنا كيتكلم لك الولد الأمير عبد القادر ببلدة قطينة، ما سميت ديك المدينة، من معسكر بالمغرب الأوسط. هو ادعى النسب إلى الأدارسة، ولكن هذا الشيء ما كاين منه والو. الأدارسة ما كتجيش منهم، حاشا لله أن يكون هذا من الأدارسة. غير واحد القضية مهمة خوتي وخواتاتي المغاربة الكرام على هذا قويدر. أنا بغيت نعرف غير شنو هي الخدمة اللي قدمها الماسونية. ما هي شنو هي هذه الخدمة اللي قدمها الماسونية عبد القادر هذا؟ حيت فيما كتدخل في المعابد الماسونية كتلقى دائما التصويره ديال عبد القادر. هو معروف أن عميل خائن، هذه لا جدال ولا نقاش فيها، ولكن حنا بغينا نعرفوا شنو قدم للماسونية حتى تحترموا الماسونية، المنظمات الماسونية. كتدخل مثلا في المعابد ديال فرنسا مثلا، ديال بريطانيا، وكذلك ديال الولايات المتحدة، دائما كتلقى الصورة والتمثال ديال عبد القادر. شنو كدير هاد الصورة والتمثال ديال عبد القادر في معبد ماسوني؟ يعني أنه قدم أدوار جليلة للماسونية. شنو هي هاد الأدوار؟ اللي عنده شي معلومة يفيدنا بها. وكاين بزاف ديال الحوايج نقدروا مثلا عاوتاني نتكلموا على الخيانة ديالو لأحمد باي. هاد الجزائريين اللي كيبغيو يمحيوها. عبد القادر تحالف مع الفرنسيس باش يقضيو على الثورة ديال أحمد باي. هذه ما يقدروش يتكلموا عليها، ولكن على ما سمعت والله اعلم انها سميتو احفاد ديال احمد باي
راه باقيين عايشين في الجزائر وكيتكلموا على الخيانه ديال عبد القادر، كيتكلموا عليها. هنا كيقول لك ان اسرته من المغرب الاقصى، هو بصح الاسره ديالو من المغرب الاقصى، وكاين بزاف ديال المؤرخين الفرنسيين اجمعوا ان الاب ديالو كان سفير ديال الامبراطوريه المغربيه عند الامبراطوريه العثمانيه. كاين بزاف ديال المؤرخين قالوها، ولكن حنا ما سوقناش في هذا الشيء. اهم شيء هو انه ادعى النسب الى الادارسه، والادارسه عمر ما كتخرج منهم الخيانه. القصه ديال عبد القادر ساهله، ما كتحتاج شي امتحان ديال الباك باش تفهمها، ساهله. عبد القادر استعملته فرنسا في الحرب ديالها ضد المغرب، والحرب ديالها ضد الامبراطوريه العثمانيه. فاش انتهى الدور ديالو شنو دارت ليه؟ صيفطاتو لدمشق. الدور ديالو كان اهم شيء فرنسا فاش دخلات ركزات على انها تقضي على الثوره ديال احمد باي في الشرق ديال الجزائر، وانها تفصل الغرب ديال الجزائر على المغرب، حيت ديك الاياله كانت اياله مغربيه، كانت تسمى بالاياله التلمسانيه او غوايوم دو تلمسان، كانت تابعه للمغرب. وطمعات فرنسا، طمعات عبد القادر انها تعطيه هذيك الاياله يحكمها، وهي فاش سماتو الامير عبد القادر. هذا اللقب ديال الامير عبد القادر فرنسا هي اللي سماتو ليه. الا شفتي المؤرخين المغاربه ما كانوش اصلا كينعتوا عبد القادر بالامير، كانوا كيقولوا عليه الشيخ فقيه حاج فقط لا غير، لانه كان والد المغرب في تلمسان كيف ما شفتي في المصادر الاولى. هذا هو الغنى ديال حنا المغاربه الحمد لله. فاش كنجيو كنتكلموا راه ما كنتكلموش بالعاطفه. ترى كنجيب لك الارشيف، انا الارشيف كنجيب لك، ومازال مخلي لك الرساله ديال عبد القادر في الاخر. هذيك راه ضربه قاضيه، مخلي لك الرساله ديال عبد القادر في الاخر كيشكر فيها فرنسا وكيشكر الامه الفرنسيه. كاين واحد الحاجه عاوتاني مهمه بزاف بزاف خاصكم تعرفوها، ان الجزائريين اصلا ما كانوش كيعرفوا عبد القادر، ما كانوش كيعرفوه اصلا. في الثلاثينات، الربعينات، الخمسينات، الستينات، حتى الستينات الجزائريين ما كيعرفوش شي حاجه شنو هي سميتها عبد القادر، ما كيعرفوش عبد القادر، ما كانوش كيعرفوه اصلا. حتى للسبعينات الثمانينات عاد باش ولاو كيكتبوا تاريخ جديد وكيكتبوا على عبد القادر. علاش بداو كيكتبوا عليه؟ غير باش يغطيو على الثوار الحقيقيين اللي قتلهم بومدين، وباش يبان ان هذا عبد القادر هو اللي كاين. في الاخر راه هو غير ماسوني خائن عامل فرنسا باعكم لفرنسا. ها هو سميت المصدر: نزار اباضه، الامير عبد القادر. وكاين بزاف ديال المصادر كتكلم على اصوله المغربي، كاين بزاف ديال المصادر. غنجيب لكم عشان كاين واحد المصدر عاوتاني سميتو الاحياء والانساء كيتكلموا على اصوله المغربيه. يعني هاد المره تجيو الحاجه فيك نتايا، نتوما خونه وكتلصقوا فينا حنا المغاربه. راه ماشي بحال ماشي بحال هكا التاريخ، راه ما يمكنش لك تصنع تاريخ بحال هكا. اللي خائن خائن واللي باين باين. الا جينا غنتكلموا مثلا على عبد القادر وغنديروا شي ندوه عليه، فهمتيني، راه ما غاديش تجي تبقى تتكلم معايا بالعاطفه، ما غاديش تتكلم بالعاطفه، غتكلم بالارشيف. جيب لي الارشيف، والارشيف كيبين انه عميل فرنسا. هذه لا نقاش ولا جدال فيها. الا اعتمدنا على الارشيف ديال عبد القادر وهذوك سميتو البلايك اللي معلق، دوك ديالاش هذوك اش من حروب دار اصلا مع فرنسا باش تعلقوا ليه البلايك. الا اعتمدنا على الارشيف راه باين عبد القادر حركي عميل فرنسا. وهذا مصدر واحد اخر، هذا هو ما غاديش يعجب الجزائريين. هذا كيقول لك المبحث الاول: اصل الامير واسرته. تنتمي اسره الامير عبد القادر الى اصل مراكشي، وكان اسلافها الادارسه ملكوا معظم بلاد المغرب الاقصى. هذا كيأكد لك على ان قويدر ديالنا، ولكن حنا متبرين منه، حيت الخيانه ما كتخرجش من الاشراف الادارسه، وهو غير ادعى النسب الادارسه كيف ما غنوريكم في الاخر ديال الفيديو. صنع ليه واحد سميتو واحد اللقب، ولا صنع ليه نسب. شحال هادي الا بغيتي مثلا تدعي النسب الى شي الاشراف، كتمشي غير عند فقيه وكيكتب لك كيخربق لك. راه ماشي شي حاجه، راه تقريبا راه بزاف ديال الناس ادعوا النسب الى الادارسه، كيف ما هذا المؤرخ هذا اللي غنوريكم حتى هو ادعى النسب الى الادارسه. هذاك الاحياء والانساء تكلم على عبد القادر وتكلم حتى على نفسه، وحتى هو ادعى النسب الى الادارسه. والادارسه معروفين، الادارسه فين كاينين؟ الادارسه كاينين في المغرب فقط لا غير. واي واحد كيدعي سميتو النسب الى الادارسه ما ينساش واحد القضيه مهمه، انه خارج من بطن كنز الاورابيه ام الادارسه. كتجريو على النسب الشريف، وفي الاخر كتلقاو النسب الشريف عند سيادكم المغاربه.
كتدعيوا انكم ادارسه واشراف، وما تنساوش انكم خارجين من كرش كنز الاوربيه المغربيه الحره. ودائما كيبقى الاصل هو المغرب والباقي تقليد، واللي عنده. غير بخصوص هاد الدوله اللي سميتو الادارسه، راه ما انتهاش في القرن العشرة كيف ما كتعتقدوا. راه بقات الاسره ديال الادارسه بقاو عايشين في الشمال ديال المغرب، العرايش، طنجه، فاس، زرهون، ومن بعد انتقلوا الى السعوديه. الادارسه هادو الاحفاد ديالهم انتقلوا الى السعوديه وداروا دوله في السعوديه. هاد الادارسه هادو داروا دوله في السعوديه. وكتشوفوا داك العالم ديال السعوديه الحالي اللي فيه الخضر لا اله الا الله محمد رسول الله، هذاك اصلا عالم ديال الادارسه ديال المغاربه. تقدروا تدخلوا سميتو ديجا كنت درت واحد الفيديو كان على هاد الادارسه اللي مشاو سميتو في اماره جازان، سميتو في السعوديه، ما بين الحدود ما بين السعوديه واليمن، وداروا تما واحد سميتو واحد الاماره ديالهم، وكانوا كيحاربوا ضد العثمانيين. سبحان الله، ما كانوش كيحملوا العثمانيين. وبعد ما طاحت دوله الادارسه هي فاش طلعت الدوله السعوديه وعطاهم نفس العالم اللي كيبان لك اليوم ديال السعوديه خضر فيه لا اله الا الله محمد رسول الله، هذاك اصلا العالم ديال الدوله الادريسيه اللي تكونت في السعوديه. ربي طول لهم في العمر، حيت دوك اشراف ديال بصح، والتاريخ هذا كيذكرهم وكيحترمهم الادارسه الى يومنا هذا. فاش كتجي كتكلم على سميتو التاريخ ديال السعوديه ضروري كيجيب لك الاماره الادريسيه، واخا كاين خلاف بينهم باليمنيين، ولكن داك الشان داخلي بيناتهم، حنا ما عندنا حتى علاقه به. يعني ما يمكنش هاد قويدر هذا يكون ادريسي وطلع منه الخيانه ويخون المسلمين، مستحيل. فاش مشى لدمشق راه دار جرائم، نوض لهم حرب اهليه ما بين المسلمين وسميتو والمسيحيين، والغريب ان اصطف الى جانب المسيحيين. وتقريبا نفس الشيء فاش مشى لمصر، نفس الشيء داروا. فيما كيتحط كاين المشاكل وكاين الخيانه، فين ما تحط. نقدروا نتكلموا لكم مثلا على الخيانه اللي دار في مصر، نديروا على فيديو واحد اخر ماشي مشكل، حيت كاين الارشيف. الا جينا غنتهموه كاين عندنا الدليل، كاين الدليل على خيانته، كاين الدليل، ماشي كلام مضروب في السما. بالعقل والمنطق، قويدر ديالكم فاش هجم على المغرب، جمع جيش وهجم على المغرب على مولاي عبد الرحمن من بعد ما هزم المغرب في معركه ايسلي، يهجم عليه بالعقل والمنطق. وكان بصح هذا كيحارب فرنسا، هذاك الجيش كان عليه يجمعوا هذه 10 سنين ويحارب الفرنساويين، ما يحاربش المغاربه. ولكن نتوما نعياو ما نشرحوا لكم ما كتفهموش، نعياو ما نشرحوا لكم، راه ما عمركم ما كتفهموا، حيت حنا مغاربه العقده ديالكم الابديه. القصه ديال عبد القادر ساهله وما فيهاش، ماشي شي حاجه صعيبه باش تفهمها. عبد القادر عميل ديال الفرنساويين، استعملته فرنسا باش يقضيو على الثوره ديال احمد باي وسميتو مخلفات الامبراطوريه العثمانيه، واستعملوه باش يفصلوا الغرب الجزائري على المغرب فقط. هادشي اللي كاين. فاش انتهى الدور ديال عبد القادر، انتهى الدور. خداو الغرب الجزائري الفرنساويين وخداو سميتو الشرق الجزائري، وفرنسا توسعات في المغرب الاوسط. انتهى الدور ديال عبد القادر ودارت ليه جبات وصيفطاتو لدمشق، وكمل الخدمه ديالو والعماله والخيانه ديالو. هذه القصه ماشي شي حاجه صعيبه باش تفهمها. والكلام اللي كنقولوه مثبت تاريخيا، كنتكلموا من كتب تاريخ ومن الارشيف، كاين وثائق. وها هو مستروح اخر دابا، الاحياء بعد الانسان في اعقاب طبقه الاشراف، كيتكلم على الاصول ديال الاشراف وغير ذلك. الجزء الثاني راه قويدر تكلموا عليه وقالوا لانه مغربي من المغرب. شنو كيقول لك هنايا؟ ذلك ان اجداد الامير عبد القادر قدموا من المغرب الى احواز وهران بالجزائر، فاصلهم من المغرب. الجد المباشر للامير عبد القادر والذي يسمى على اسمه كان الامير عبد القادر، الذي وصل من المغرب الى الجزائر واستقر في منطقه الغريس، واسس في منطقه الغيطه زاويته الصوفيه. هنا فين قلت لكم قبيله، حتى هذا المؤرخ هذا حتى هو كينسب راسو للمغاربه، كيقول لك كما ان اصل اجدادي واخوالي من المغرب. كلشي كينسب راسو للمغرب، وفي الاخر كتسب المغرب الاصل. حنا الحمد لله، حنا المغاربه الحمد لله، وهذه خاصه تقريبا فينا غير حنا والليبيين. حنا والليبيين صافي في شمال افريقيا. موريتانيا ما نحسبوهاش، كاين واحد الخاصيه في المغاربه والليبيين فقط.
المغاربه والليبيين الى حق شي فيهم مزيان هما اللي كيتشابهوا. كيبان لك ان داك الدم ديالهم فهمتيني عربي امازيغي، ما مخلطينش مع المستعمر، عكس الجزائر وتونس. الجزائر خصوصا في الشمال ديال الجزائر الملامح تبدلات صراحه. الملامح ديالهم تبدلات، كاين ملامح سميتو اجنبيه، ملامح ما عندها حتى علاقه مع السكان الاصليين ديال شمال افريقيا، وكذلك تونس. ولكن الا حققتي مزيان في الليبيين، خصوصا الليبيين والمغاربه، كيبان لك انهم مازال محافظين على الدم ديالهم. علاش؟ لان الليبيين تقريبا بحال المغاربه، عندهم ديك العصبيه القبليه. الليبيين كانوا كيتزاوجوا غير بيناتهم، كانت عندهم ديك العصبيه القبليه، ما كاين داك المستعمر ولا سميتو الاجنبي ما كيدورش عندهم. تقريبا نفس الشيء بالنسبه للمغرب. وهذا هو النسب اللي صنعوا لعبد القادر، وهذا النسب كامل خطا، ما منه والو. هذا النسب غير مصنوع، نسب مصنوع 100%. حيت كما قلت لكم ان مستحيل الخيانه تجي من الادارسه، مستحيل. الخيانه ما كتجيش من الادارسه. الادارسه كان عندهم واحد الدور كبير، انهم هما اللي رسخوا الاسلام الحقيقي في المغرب. علاش كتلقى المغاربه مثلا عندهم امتياز على باقي سميتو على المسلمين صراحه؟ عندهم داك الاسلام المعتمد، اسمه المعتدل، الاسلام ديال اهل البيت. حنا المغاربه اللي علمونا الاسلام راه ماشي سميتو مولاي ادريس الاول، هو اللي علمنا الاسلام الحقيقي، اسلام المعتدل. وداكشي علاش ما كانوش عندنا بزاف ديال الحروبات بين المسلمين، عكس المشرق كانوا دائما في حروبات وصراعات، بل انهم هذوك الصراعات ديالهم اللي كانت في المشرق نقلوها للمغرب، نقلات الى المغرب. لكن الحمد لله بقى الاسلام مترسخ في المغرب. هي خلاصه القول ان هاد القضيه ديال ان عبد القادر تمشوا الادارسه ما عندها حتى شي اساس من الصحه، غير ادعى النسب الى الادارسه باش يكسب واحد شويه ديال الشرعيه. ودابا ندوزو للفضيحه الكبرى والرساله ديال قويضر. ها هي الرساله ديال قويضر. سولوه قالوا ليه كيفاش جاك الجنرال بيجو، وقال لهم الله يعمرها دار وانا حاربت معاه، وبدا كيشكر فيه بزاف وشكر فرنسا، وقال لك انا حطيت السيف وفرنسا امه عظيمه. زعما شكرهم مزيان ضرب الصح. قال لك ان فرنسا ما كايناش شي دوله تحكم الجزائر من غير فرنسا. هادشي هو اللي كيقوله الامير عبد القادر ديالكم. وكتجي كتقول لي دوله الواعره هي ديال دوله الجزائر اسسها عبد القادر فوقاش حكم الجزائر؟ ما حكمش اصلا. وكيف ما كتشوفوا الختم ديالو، حنا راه ما كنتكلموش من فراغ حنايا الحمد لله، راه كنتكلموا غير من الارشيف. المخلص عبد القادر لفرنسا، انه المخلص عبد القادر، وراه الختم ديالو. يعني ما تبقاو تجيو وتكلموا معنا من فراغ. امير عبد القادر حركي ماسوني باعكم سميتو لفرنسا، نقطه رجع السطر. اول حركه في تاريخكم راه هو الامير عبد القادر. يلا اخوتي اخواتي المغاربه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ديما مغرب الله الوطن الملك.